بما اني فرحانه قوي بتشبيه ولادكم لصوتي بصوت ابله فضيله، وبما انكم بتقولوا لي دايما انه مبهج وبيحبوا يناموا عليه، فانا قررت استغل الحب ده واتدحلب كده بشويش واعمل لهم بدايل للكاندي واحببهم في الفاكهه بافكار صحيه وسريعه عشان نزيد البهجه بهججه. يلا بينا. كل الحكايه ان هجيب شويه عنب من اي نوع او لون تحبه، وهعصر عليه ليمون عشان يدي طعم مزز كده، وعشان كمان يلزق عليه المكون اللي هيحوله لأحلى نوع كاندي بضرر أقل، وهو بودرة الجيلي. نصيحة مني: استخدموا طعم التفاح الأخضر مع العنب الأخضر، وطعم البطيخ مع العنب الأحمر. بس ما تنسوش تبعتولي نصيبي من الأحضان والبوس اللي هتاخدوه من ولادكم. خلة بقى من بتوع السنان دول، ومرمغيلي العنب في بودرة الجيلي، وخلصي الكمية اللي انت عايزاها وعلى الفريزر. واسمعيلي كده صوت القرمشة ولا الطعم، حاجة كده فوق الخيال. على فكرة تقدري كمان تجمدي العنب وتضيفيله الجيلي وتضربيه في الخلاط، هتعملي لولادك سموزي لا داقوا ولا هيدوقوا في جماله. او تحطيه في قوالب سيليكون زي دي مع شوية عصير، وتعملي لهم حاجة شبه اللوليتا بتاعتنا بتاعت زمان كده لو فاكرينها، بس بضرر اقل. طب تعالي اقولك على فكرة تانية تجنن. كل الحكاية انك هتجيبي كمية سكر ونصها مية، السكر يدوب، تحطي عليه عصرة ليمون، وتسيبي المكونات تغلي على نار هادية قوي قوي، وما تطفيش النار غير لما تحطي نقطة من السيرب ده في مية متلجة، فيتحول معاكي الكورة صلبة صلبة مش لينة، يعني عاملة زي البونبوني كده، تخبطيها تعمل صوت. ممكن كمان، وده اختياري، تضيفي موكس بطعم في الاخر بيدي طعم البونبوني بالظبط ويزيد حلاوة الفاكهة حلاوة. هاتيلي بقى بولة فيها مية مغلية، وفوقيها حطي الكوباية اللي هتضيفي لها السيرب السخن عشان نحافظ على سيولة السيرب ده طول ما احنا بنشتغل. انزلي بقى بالفاكهة اللي تفضليها بعد ما تحطيها في ستيك من استيكات الشيش طاووق بالشكل الجميل ده، حطيها في السيرب وبعدين على طول على مية متلجة عشان السيرب يلزق بسرعة على الفاكهة. كرري الموضوع ده مع كل الفاكهة اللي بتحبيها، واللي أحلاها من وجهة نظري كان الفراولة والعنب والمشمش والبرقوق، غير كده ما تحاوليش، ما عجبنيش طعمها خالص. ويلا بينا بقى نعمل بوفيه فاكهة هيجنن الأطفال ويحببهم في الفاكهة جدا، وهيبقى شكله مبهج قوي على السفرة في أعياد الميلاد والعزومات. وده عن طريق إنك تغرسي أعواد الفاكهة المكرملة دي في نص بطيخة بالشكل ده، أو حتى نص واحدة كنتالوب. وفي الآخر وجب التنويه إن أكل الفاكهة من غير أي حاجة خالص هو أكيد أصح حاجة، بس دي أفكار للبهجة والفرحة بتكون أقل ضرر من الكاندي والآيس كريم والحاجات اللي من بره، عشان أنا عارفة إن في أمهات بتعاني وعندها أزمة مع أولادها في تقبل الخضار والفاكهة. فنعمل طبقة رقيقة قوي حوالين الفاكهة من الضرر البسيط أهون أكيد مليون مرة من إنهم ياخدوا الضرر مركز من بره. وعلى فكرة تقدري تقدمي لولادك العنب مفرز كده من غير أي إضافة، هيحبوه جدا وهيتخانقوا عليه كمان بعد ما كانوا رافضينه. عايزة أقولك كمان إن تقطيع الفاكهة وتغليفها بالشكل ده بيحبب قوي الولاد فيها، وبتبقى بديل حلو قوي بالذات في المدرسة أو في النادي. بس حطي التفاح حوالين برتقان أو كيوي أو أي حاجة فيها أسيد بالشكل ده عشان الحديد اللي فيه ما يأكسدش، واقطعي طرف حلقة البرتقان كده عشان يفردوها ويبقى سهل عليهم أكل الفصوص. وفي النهاية خالص أنا عايزة أقولك: الخيط الذي يقطع ويوصل مرات عدة لا يرجع خيطا، بل يصبح كتلة من العقد. وما أقصدش هنا الخيط أكيد، اقريها تاني كده بشويش يمكن تكون جايلك في وقتها. أتمنى لو الأفكار اللي قدمتها لكم النهاردة عجبتكم وأبهجتكم تعملوا لي لايك وشير، وتسيبوا لي كلمة لطيفة زيكم كده في الكومنتات عشان يوصلكم مني كل جديد. أنا شيماء البهي.